هقول لك على كل الامراض اللي ممكن تيجي للفراخ البيضة بتاعتك، وهقول لك ازاي تعرف سبب المرض ايه، وتعرف اعراضه على الفراخ باينه قدامك ازاي، وكمان هقول لك تعالج المرض ده نهائيا ازاي، وبرضه هقول لك ازاي تعمل وقايه من المرض ده عشان ما يجيلكش تاني بعد كده. يعني ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه قررت ان انا اعمل لكم سلسله حلقات 30 حلقه ب 30 مرض مختلفين عن جميع امراض الدواجن بالكامل، وهشرح لك فيها كل التفاصيل اللي قلت لك عليها في بدايه الفيديو دي. ولكن قبل اي حاجه عايزك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك وكومنت وشير عشان الفيديو ده يوصل لاصحابك. وان شاء الله باذن الله شرطنا الاساسي عشان نبدا السلسله دي من بكره باذن الله ان الفيديو ده من النهارده لحد بكره يجيب 5000 لايك. رقم مش كبير مقابل التعب والمجهود اللي احنا هنبذله او اللي انا هبذله عشان اقدر اقدم لك السلسله دي باذن الله. يعني عايز اقول لك ان السلسله دي هتبقى زي دليل شامل ليك، بحيث ان لو قابلك اي مشكله او اي مرض شكل في الفراخ البيضاء تعرف المرض ده عباره عن ايه وعلاجه ايه، وازاي تحافظ على نفسك منه، وازاي تقدر تطلع بدورتك لبر الامان. ولكن برضو الفيديو ده هشرح لك فيه او هبسط لك فيه الامراض اللي موجوده عندنا، بحيث يعني اعملها لك زي شجره كده تحطها في جيبك. بمعنى ايه؟ يعني انت مثلا تسمع عن امراض كتيره جدا، انا هختصرها لك كلها لخمس امراض بس، وكل نوع فيهم متجزأ بقى لكذا نوع، فاهمني؟ او لكذا مرض شكل. يعني مثلا هنقسمهم لخمس امراض وهنعد مع بعض كده، نقول امراض فيروسيه ده رقم واحد، هنقول امراض بكتيريه ده رقم اتنين، هنقول امراض فطريه رقم ثلاثه، هنقول امراض طفيليه رقم اربعه، وفي النهايه واخيرا هنقول امراض سوء اداره وبيكون سببها انت. طيب امراض فيروسيه طبعا كلنا عارفين زي الاي بي، جامبورو، نيوكاسل، كل دي امراض فيروسيه وبتطير المناعه بتاعت الفرخه، وبتبقى عايز انك تتعامل معاها بحذر شديد جدا، وما ينفعش انك تحط اي مضادات حيويه بدون اي رجوع لطبيب بيطري. فمحتاجه تركيز ومحتاجه شرح باستفاضه، ونشرح كل فيروس لوحده وازاي بنتعامل معاه. هنيجي بعد كده على الامراض البكتيريه، والامراض البكتيريه عارفينها كلنا زي السالمونيلا، الايكولاي، الميكوبلازما، كل دي امراض بكتيريه، وعارفين كلنا ان دي صديقه المضادات الحيويه. دايما الامراض البكتيريه علاجها مضاد حيوي على طول، ما فيهاش كلام. هنيجي بعد كده للامراض الفطريه، ودي بيكون سببها الغدر بتاع العلف زي ما بنقول، او العلف يكون جاي لك في مشاكل سواء من المصنع او من الشركه، او سواء سوء تخزين. المهم ان بيكون في سموم فطريه اللي هي الافلاتوكسين والاوكراتوكسين بتعمل مشاكل معانا وبتسبب لنا مشاكل كتيره جدا. هنيجي بعد كده على رابع حاجه، والمشاكل او الامراض البكتيريه، وطبعا اسف الطفيليه، وكلنا عارفين الامراض الطفيليه زي الكوكسيديا مثلا والكوليستريديا، ومعروفين دول بيسرقوا وزن الدوره كلها بالكامل. يعني ممكن ما ياثروش على حيويه ولا صحه القطيع، ولكن ما بتلاقيش اوزان في نهايه الدوره. وهنيجي بقى خامسا واخيرا على الامراض اللي سببها سوء اداره منك، ودي بتكون زي مثلا الاحتباس الحراري، او الاستسقاء مثلا، او ريحه امونيا عاليه، او مثلا كتمه في المكان. فكل دي امراض سببها سوء اداره بيكون سببها خيبتك انت. فلازم تبقى فاهم كل المشاكل ديت مثلا، او شايف كل مرض مشكلته ايه او سببه ايه عشان تبقى قادر انك تتعامل معاه. الفترة اللي جاية بقى ان شاء الله باذن الله، لو الفيديو ده فعلا جاب 5000 لايك من هنا لحد بكره، هشرح لك كل مرض لوحده على انفراد، وهقول لك كل كبيره وصغيره عن المرض ده، من اول زي ما قلت لك سبب المرض ايه، والاعراض اللي بتبان قدامك للمرض ايه، وبرضه هقول لك ازاي تعالج المرض ده علاج صح ومظبوط، وهقول لك ازاي تعمل وقايه دوريه للمرض ده انه ما يجيلكش الدوره الجايه او يضايقك تاني فيما بعد. لو وصلت لحد نهايه الفيديو هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش اللايك والشير والكومنت عشان الفيديو يوصل لكل حبايبك، واستنونا كل يوم في فيديو جديده ومعلومه جديده. اخوكم ابو نوح، سلام. يعني